وسهلا بكم في منتدى الجامعة العراقية وحياكم الله. رمضان كريم، صيام مقبول وفطور شهي. نقدم لكم هذا العام حزورات رمضانية، راجين من الله أن تنال إعجابكم. منو انا ام ستوري، انا ابو علوان. هلا ابو علوان، هلا مختارنا، تعال تفضل. ام ستوري عيني، انا جايك بشغله اقول لك اياها لي قدام. نحن تعرفين محله قلب على قلب وكلنا اهل، مشاكل ما نريد. هسه تقومين تلبسين عبايتك وتجين وياي، نروح بيت ابو محمد ونحل كل المشاكل. خوش. مختارنا، ليش انا شو وقت قلت لك لا؟ بس فهمني شنو اللي صاير. هم اللي بادين، هم اللي يردون مشاكل. اني ما مسويه شي، ولا حاكي عليهم ولا حاكي وياهم. عيني ام ستوري، ولد جدد بالمحله، غير نقولهم اهلا وسهلا بكم، نخليهم يصيرون مثل اهلنا واخواننا وقرايبنا. اي فاذا عندك مشكله تعالي هسه وياي وانا اخذك بيت ابو محمد ونحل كل المشاكل. تعرفيني اني شغلتي حل مشاكل، اني كل ما اضوج احل مشكله. اوكي؟ لا عيني لا، اني ما عندي اي مشكله، بس راح اجي وياك حتى تتاكد انه اني ما عندي اي شي ويا احد، وخلينا نروح لهم. يا جاره عيني يا جاره، يا جاره مري على داره، الغالي شاغلني جيبي لي اخباره. عيني يا جاره مري على داره، الغالي شاغلني جيبي لي منو؟ اني ابو علوان، اني ابو علوان. منو على الباب؟ أنا أبو علوان. ايش بيك أبو محمد؟ هلا بابو علوان، هلا بابو علوان. لحظة أبو علوان، أفتح لك الباب. هلا بابو علوان، لحظة. هاي مستور وياك. إيه يا هلا. تفضلوا قعدوا. يا هلا بيك، هلا أبو محمد. عيني أبو محمد، أقول لك ياها، أني جبت أم ستوري وجيت. أنت جار جديد للمنطقة وأهلا وسهلا بك، وتعرف الله وصى بسابع جار. نحن كلنا حبايب وقرايب. أنا سمعت شوية مشاكل، أنا قلت أخليكم راس براس ونحلها هسه وننهي كل مشاكلنا. خوش؟ زين، عيني أبو محمد، أنت قلت لي ذاك اليوم ما أدري أبو محمد ضاربي ما أدري شلون، هي عنها أم ستوري قدامك، احكي قدامها وهي تقول لك شيء صار وما صار. يلا أبو محمد عيني قول لي ايش صار. والله رحم الله والديك ابو علوان، جبتها وجيت والله ياتها الحمد لله، جايه واقفه قبالي وانت تسمع حكي، حتى لا احكي وراها ولا تحكي ولا تقول ابو محمد يحكي ورايا. يعني ذاك اليوم اجى ابني، اني ابني بحياتي ما ضاربه، اجى خده احمر. يا بشبيك والله ام ستوري ضربتني. ليش ضربتك؟ والله الطوبه وقعت ببيتهم راح جبتها. ادري هو هذا حكي يعني تضربه لابني؟ اني بحياتي ما ضاربه. ستوري شو تقولين؟ اني ضاربته؟ ليش اني صغيره اضرب جهال؟ عيوني من يوم ما اجيتوا ما نقدر ننام ظهريه من ورا ابنكم هذا. عبالك ما اعرف من وين، ليش نازل من السماء اني ضاربته؟ ليش هو شنو؟ خده احمر؟ يابا كل من يوم ما اجوا يا مختارنا ما اقدر انام ظهريه، الضغط ما دا ينزل يمي. ليش من شنو هذا كله؟ والله بيخالف عيني وستوري، يعني الولد ان شاء الله يكبر يطلع مثل رونالدو، وتعرفين احنا بحاجه رونالدو.
زين عيني ابو محمد انت شو تقول؟ لا يا عمي تقول عيوني، لا عيوني ولا ابد. يعني هم جايه تضرب باني جاي تتبلع علي. شنو ما تنام الظهريه؟ هو جاهل ودا يلعب، يعني دا يلعب بالشارع. شو يسوي الولد؟ يعني حتى من جيت هنا حولت، لا سلام، لا جتي سلمت علينا، لا عرفتنا، لا جابت لنا اكل. يعني هسه احنا هسه عاداتنا وتقاليدنا، واحد من يجي يحول ببيت مكان جديد جيران يجيبوا له، عمي والله ما سالين على اكل، سلام هم ماكو. وحتى بديت اسمع من الشارع كله، يابا ام ستور هيك تحكي عليكم، هيك صدق انتو هيك، صدق انتو هيك. يابا شو مسوين احنا؟ شو مسوين؟ يعني ابني محمد عمره 12 سنه يلعب مخليه قورها وقوره. ليش اني شنو عيني؟ هذا بيت ايجار، كل يوميه يجي واحد اسوي له غدا وعشاء. ليش اني ايش عندي؟ ليش منو قال لك اني بنت زوجة الوزير؟ يابا خلي ابنك يلعب ببيته، يلعب بالحوش عندكم. عيني انت، ومنو قال لك بعد اني حاكي عليكم؟ هاي مرتك اللي تروح عند الجيراني تحكي عليهم. 20 سنه واني هنا اسال كل الناس اللي هنا يقولون عليك ام ستوري لا تحكي على احد ولا اصلا تطلع من البيت. والله يا بخوش. اخ يابا راسي قام يوجعني راسي صدق لو قال المثل. والآن بعد أن استمعنا إلى قصة المثل، مطلوب منكم أن ترسلوا الإجابة لنا، وهناك جائزة تنتظر الفائز في أول أيام عيد الفطر المبارك. مع تحيات منتدى الجامعة العراقية.